عافر من أجل حلمك. اوعى تستسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما نبدأ الفيديو صلى على النبي واذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ويلا بينا نبدأ الفيديو. حلمك يستحق إنك تكمل. ليه بقى؟ لأن ده مش تعب يوم ولا أسبوع ولا شهر، ده تعب سنين وانت بتحاول تحققه من وانت صغير. ما ينفعش تيجي في نص الطريق وتقول أنا تعبت، أو تقرر تستسلم أو تيأس لمجرد أنت تعبت. أنا عارف إن الطريق مش سهل خالص، بس لازم تتعب وتعافر عشان تحقق حلمك. وكل إنجاز هتحققه هيخليك تحس بالفرحة وتتشجع أكتر عشان تكمل. وغير كده كمان الإنجاز اللي أنت هتحققه ده هيخليك تحس فرحة كبير أوي، لأنك حققت حاجة صغيرة من حلمك الكبير. فلازم تعافر وتتعب. ولو انت تعبت ومش شايف نتيجة، ما تقلقش، ربنا شايل لك حاجة أحسن من دي مليون مرة. حاجة حلوة هتفرحك جدا، وبص وهتخليك طاير من الفرحة. طول ما انت بتحط وقتك ومجهودك وكل حاجة تملكها في حلمك أو في الحاجة اللي انت بتحبها، ربنا مش هيضيع أملك، ربنا مش هيضيعها خالص. طول ما انت بتعافر وتجاهد لاجل الحتة دي، وهتلاقي نتيجة اقسم بالله انت ما تتخيلها. ما تستسلمش. عايزك تبقى عارف ان انت هتقع مرة واتنين وتلاتة وعشرة، ولكن الراجل والجدع هو اللي هيقوم كل مرة يكمل. وما تقوليش هستنى الظروف لما تتعدل عشان ابدأ. اقول لك لا، مفيش منها الكنافة بالمانجا دي خالص، مفيش منها خالص. مفيش وقت يا حبيبي، مفيش وقت. ابدأ باللي معاك دلوقتي، ولما تسعى وتعافر وتجاهد ربنا هيرزقك ويكرمك، وهتطور من نفسك. هتطور من نفسك يوم بعد يوم بعد يوم لحد ما توصل للحاجة اللي انت عايزها. طبعا لازم اقدم رسالة شكر. لمين؟ لاخويا وصاحبي والمستر بتاعي استاذ عمرو أدري. ده بقى الحتة اللي في القلب، ده صاحب شعار عافر من اجل حلمك وكل نفسك قوية. والله ده حتة من قلبي، ده والله ده واخد حتة من قلبي بجد. ليه بقى؟ هقول لكم ليه. ما شاء الله عليه، ما شاء الله ما شاء الله، بادئها من تحت قوي. يعني بادئها بص من تحت الصفر، وركز في حلمه وحط كل مجهوده ووقته وكل حاجة تخصه في حلمه، لحد ما بقى أكبر مدرس علوم في اسكندرية، وعنده قناة شرح مميزة جدا وفيها كل تفاصيل المناهج بتاعت العلوم. وبصوا مش هيسيب لك ولا، يعني مش يقول لك ايه، مش هيسيب لك حتة في المنهج صغيرة غير وانت فاهمها وانت داخل الامتحان حافظها بجد. هسيب لكم القناة بتاعته في الديسكريبشن او في الوصف. خش عنده والحقوا احجزه، عشان بجد اللي هيخش له اقسم بالله يعني بصوا يعني ايه، اول ما يشوفه هيحبه كده على طول. والله ما بهزر، لأن شرحه حلو جدا. بسم الله ما شاء الله. بيفهم يعني إيه، بيوصل المعلومة بسرعة وأي حد يفهمها. أحب أشكره طبعا إن أول مدرس من المدرسين اللي بدأ يدايمني ويقف جنبي وشجعني إن أكمل في المجال ده، وكان مؤمن جدا إن أنا أقدر أعمل محتوى إن أنا أفيد بيه الناس. ولما عرف إن أنا عملت قناة على اليوتيوب، رشح لي أماكن أنزل أصور فيها، ورشح لي معدات تصوير سواء كان مايك او ستاند تصوير او اي حاجة تخص التصوير. وفرحت جدا بدعمه، لان وجود شخص مؤمن ان انت هتعمل حاجة حلوة وتفيد الناس، فدي بالنسبة لي كانت حاجة كبيرة جدا يعني، وانا فرحان بيها. اخويا مورا يا عم بحبك. ورسالة لكل شخص عنده حلم، ركز معايا بقى في الحتة دي. زي ما هتلاقي ناس بتشجعك، هتلاقي كمان تلاقي ناس بتكسرك وبتقلل منك عشان لمجرد اللي انت تنسى ان انت ممكن تعمل حلمك او تحققه. فكك من كلام الناس، ركز في حلمك، ركز في الناس اللي واقفة جنبك الفترة اللي انت بتمر بيها دي. كل نجاح بدأ بخطوة، والخطوة دي فيها مغامرة. لو فضلت مستني الوقت المناسب عمرك ما هتبدأ خالص، عمرك ما هتعرف يعني ايه نجاح. والمغامرة مش انك تتهور، والمغامرة هنا بانك ايه،
إنك تجرب وتقع تقوم أقوى من كل شخص ناجح. كان في يوم من الأيام كان شخص عادي جدا، لكن الفرق الوحيد هو إيه؟ قرر ياخد الخطوة اللي غيرت حياته. وركز في الكلمة دي عشان هنحتاجها. افتكر دايما الحلم محتاج شجاعة، النجاح محتاج استمرارية. عافر من أجل حلمك، لأن المغامرة الحقيقية هي إنك تستسلم. والله ما بهزر، إن المغامرة الحقيقية اللي انت بتغامر بنفسك وبحلمك، انك بمجرد اللي انت تعبت شوية ومش لاقي نتيجة، انك تقول خلاص انا مش قادر. ما ينفعش، ما ينفعش والله. فكمل كده وبس كده خلاص. وفي نهاية الفيديو ما تنساش تصلي على النبي واذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. مع السلامة.